السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم. في مثل بنسمعه طول عمرنا من أمهاتنا وأجدادنا بيقول داري على شمعتك تقيد. والمثل ده مش مجرد حكمة شعبية قديمة، ده مستوحى من أصل نبوي شريف، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يا ترى ليه الكتمان ليه القوة دي؟ وليه دايما لما بنحكي عن حاجة قبل ما تتم بنحس ان الشغف قل او الموضوع اتعطل؟ النهاردة حابة اتكلم معاكم عن فكرة الكتمان الذكي وازاي بيحمي اهدافنا وطاقتنا. العنصر الاول، ليه الكتمان مهم؟ البعد النفسي والعقلي. لما بيبقى عندك فكرة جديدة، مشروع او خطوة مهمة في حياتك، اول حاجة بتيجي ببالك انك تشاركيها مع اللي حواليكي من كتر فرحتك بيها. بس علم النفس بيثبت حاجة غريبة جدا، لما بتتكلمي عن أهدافك قبل ما تحققيها دماغك بتفرز هرمون. الهرمون ده بيحسسك بنوع من الإنجاز المزيف، كأنك عملتي الحاجة فعلا. ده بيقلل الشغف عندك والطاقة اللي المفروض كنت تستخدميها عشان تنفذي الخطوة دي على أرض الواقع. العنصر التاني، حماية خططك وطاقتك من المؤثرات الخارجية. غير كده مش كل الناس اللي حوالينا بتفكر بنفس الطريقة حتى لو بيحبونا. ممكن حد يرمي كلمة تحبطك من غير ما يقصد، ممكن حد ينقلك قلق أو خوف فتترددي، أو حتى مجرد القيل والقال والتوقعات الكتيرة اللي بتحطك تحت ضغط نفسي وعصبي انت في غنى عنه. الكتمان مش معناه الشك في الناس ولا الخوف الزايد من الحسد. الكتمان معناه حماية الفكرة وهي لسه صغيرة لحد ما تكبر وتقوى وتقدر تواجه كلام الناس. العنصر الثالث، ازاي نطبق الكتمان الذكي في حياتنا. عشان نطبق المبدأ ده بشكل صح من غير ما ننعزل عن الدنيا، محتاجين نتبع قواعد بسيطة. أول قاعدة، السرية في مرحلة التخطيط. طول ما الفكرة مجرد خطة خليها بينك وبين نفسك أو الأشخاص اللي هيشاركوكي فيها. 2، استشارة أهل الاختصاص فقط لو محتاجة نصيحة. اسألي حد فاهم وموثوق فيه، مش أي حد وخلاص. الإعلان بعد التنفيذ، لما الخطوة تكتمل والموضوع ينجح ويترتب على أرض الواقع، وقتها بس شارك الفرحة مع الناس. في النهاية، الشمعة عشان تفضل قايدة محتاجة هدوء وجو يحميها من الهواء العالي اللي ممكن يطفيها. وأهدافك وخططك زي الشمعة دي تماما، داري عليها. كوني مع الله يكون الله معك. خططي في صمت واعملي في صمت وافشالي في صمت، وسيبي نجاحك هو اللي يعمل صوت. ما تدمريش حلمك. خلي سعيك دايما لله وابعدي عن الناس، وعملك يكون خالص لوجه الله عشان تبقي الإنسان التقي الغني الخفي. ولو عجبك الفيديو شير والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.